بسم الله الرحمن الرحيم. آبائي وأخواني الكرام من وجهة وأعيان ومشايخ ريما المحترمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعنا باهتمام كبير اجتماعكم في مجلس الشيخ علي الضبيبي للوقوف حسب قولكم أمام الإساءة التي حصلت في حق الشيخ علي الضبيبي عبر التواصل الاجتماعي بعد تنفيذ حكم القصاص في حق المغفور له الأخ الشاعر نايف عبد الله يحيى الجمل رحمه الله. وكان ظننا وظن الكثير أن اجتماع تلك الشوارب واللحى عالية الجاه والجناب هو تقديم للاعتذار لأهل عتمة ولكل الجاهات والوجاهة التي بذلت جهود أصيلة في طلب العفو من صاحبكم المسوري وخابت مساعيها ولم يلبى داعيها، وتقدم واجب العزاء في نايف الجمل والاعتذار عما حصل من الشيخ علي الضبيبي من استخفاف واستهانة بمقام المشايخ الذي جاءت بالهجين باب أولياء الدم تطلب العفو عن الجاني الذي قام برفع مخيم الهجين لا وجهه جاهل أو متجاهل أصول أسلاف وأعراف القبيلة الأصيلة وقالبا لمفاهيمها رأسا على عقب بالمنطق الصريح المسجل في المقطع الفيديو حقه يوم رفع المخيم، والذي وصف فيه موقف مشايخ عثمة الذي نهجوا منهج أسلاف وأعراف القبيلة الأصيلة بتقديم العقير والحكم باب أولياء الدم طلبا للعفو بالعمل الذي لا يصلح والمسار المناقض لعوايد الناس. صور الموقف المثلي والمرضي من مشايخ عثمة بالتحدي وأنه طالب العفو بالغصيباني، وأن صاحبكم يا أهل عثمة كان يقول وهو في السجن لأولياء الدم أنا عترويك يا ريمي خليني أخرج. هذا المنطق المحرض وأولياء الدم جنبه وطالبين العفو قدامه لا يليق بشيخ مقدم نفسه وصيد يسعى للصلح الشيخ علي الضبيبي. لم يكتفي بقلب مفاهيم أسلاف وأعراف القبيلة لكنه زد قلب أحكام وأمثال اليمن المعهودة وقال ولا بايجي الحي أبقى من الميت، وعكس الحكمة هو الصحيح. ما احنا عارفين ليش الشيخ علي الضبيبي مضى دون شعور في الأخطاء اللفظية الجسيمة وهو مقدم نفسه للمجتمع وللقضية شيخ محسوب عليه الخطأ ب10 أخطاء. على العموم يا مشايخنا الكرام، أنا من وجهة نظري أن منشورة التواصل الاجتماعي ما هي بحجم اجتماعكم المتأخر والذي كان داعي العرف والقبيلة والجاني الملتجي والمحتجي بقبيلتكم يستحقه، والنساء والأطفال المتوسلة منكم العفو تستحقه والعفو عند المقدرة. لعلمكم يا مشايخنا الكرام والله إني شخصيا من كثر ما شفت استفراء الشيخ علي الضبيبي بالموقف باسم قبائل ومشايخ ريمة وتعاطيه مع الموقف بأسلوب غير مناسب وغير لائق بأسلاف وأعراف القبيلة الأصيلة، ظنيت أن ما في ريمة شيخ إلا علي الضبيبي. شيوخنا الأجلاء لا شك أن البعض منكم يجهل واقع القضية والبعض مستغفل في القضية والبعض ما له كلمة في القضية، وكونوا على ثقة أن احنا ما كنا نتمنى أن تنحط ريمة وأهلها في هذا الموقف المؤسف ولا كنا نرضى المواجع لا لكم ولا لنا، ولكن الشيخ علي الضبيبي هو الذي أوجع الجميع، وقد ربما أن عدم معرفتكم بمسار القضية والتفاصيل الذي مرت بها هو من جعل تعاطيكم معها غير مناسب. يا جماعة الخير، احنا مؤمنين ومآمنين أن حكم القصاص عدالة الله بين الناس، ولكن احنا وأنتم تعرفون أن في معارف القبائل وفي عوائدها وأسلافها ما ينقذ القاتل من حبل المشنقة طالما والقضية بعيدة عن العيب الأسود. ومثل ما لكم حجة علينا في كتاب الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لنا حجة عليكم أيضا في كتاب الله تعالى وهي ومن عفا وأصلح فأجره على الله، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فهو خير لكم وإن تعفوا أقرب للتقوى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صدق الله العظيم. وكثير هي الآيات التي فضلت وشرفت العفو والمغفرة ومثلكم لا يجهلها. ولعلمكم لولا أن أسباب العفو هي القضية متوفر بكامل أركانها والله ما كنا طلبنا العفو عن الجاني، من قتل يقتل والدم بالدم وما فيها شيء، لكن لكل مقال. القضية قضية فتنة طارئة في فرزة ساقتها مقادير الله إلى القتل المؤسف، ومن الأصول والضمير الإنساني والواجب الإخلاقي أنه كان ينظر إلى جانب الضرر الذي قد لحق بالجاني وأسرته بسبب القضية. سبق ووضحنا وأكثر من مرة علشان ننوه لأهل العقول والحلم والعلم وأهل الضمائر الحية أن أبو الجاني صار له ذبحة بسبب القضية، وأخو الجاني احتبس 7 سنوات وأصيب داخل السجن
فيروس الكبد، وخرج وجلس فترة وجيزة وتوفي. هذه المآسي لها اعتبارها عند أصول العرب وأجيال المعرفة والضمائر الحية والذمة الخايفة من الله تعالى. ولعلمكم أنا عملت مقطع صوتي خاص للشيخ علي الضبيبي، وتوسلنا بكل منطق حجة على من يعرف الأصول، ومن ضمن ما قلته له بأسلوب متوسل: يا شيخ علي الضبيبي، انقذ الموقف واعتق رقبة نايف، اعتقوا رقبة من قد استجاركم، ما عاد في إعدامه شرف لكم، والله انقد إعدامه العار والعيب على أصوله. الرجال إذا قدرت غفرت يا شيخ علي، الرجال إذا قدرت غفرت، وأنت المعني ومن قصدك وجب عليك يا شيخ علي الضبيبي عند الله وعندك. قدر مقام توسل أشراف القوم، وشعرنا عليه وزوملنا عليه ولا قطع. مشايخنا الكرام، اعلموا علم اليقين أن الشيخ علي الضبيبي هو بنفسه من أساء إلى نفسه، فلا يستخف بعقول البعض منكم وأنتم الراشدين بالمبررات الغير محقة. هو الذي أدخل نفسه في القضية بشكل مباشر، وكان منطقي غير مناسب كوسيط في القضية من بدايتها، لكن أهل عتمة أحسن الظن به احتراما للأخاء والقرابة بين ريمة وعتمة. وأنتم وإحنا عارفين كيف أصول منطق الوساطة بين الناس، حضور الوسيط يرمم الجروح ما يخدشها، وبعدين طالب العفو بارك عند أقدام ولي الدم، ما هو في مترس حرب علشان الشيخ علي الضبيبي يصنف الموقف بالمتحدي والغصيباني ويقلب مفاهيم الأصول. والعلم الجميع أن المستنكرين موقف الشيخ علي الضبيبي من قضية نايف الجمل ما هم من عتمه بس، هم من كل محافظات الجمهورية وحتى من خارج الوطن. الأخ الشاعر نايف الجمل رحمه الله كان بحرفه هامة أدبية كبيرة، وله تواصل واسع مع الناس داخل اليمن وخارجه، وكانوا متابعين قضيته باهتمام إلى نهايتها، وبالتالي التعاطف مع أمر طبيعي، مش من حق أحد يساطر حرية الناس في التعبير. وأنصحكم وإن كنتوا أكبر مني سنا وحلما وعلما ومعرفة وحكمة ومقال، انصحوا وعاتبوا الشيخ علي الضبيبي على مواقفه ولا يكررها، وحذروه من تكرار مثل هذه المواقف. التنص الريمة من سلف وعرف القبيلة وأحكامها الغصابة ما هو لصالحها، وسلف وعرف العرب لها وعليها. هذا ما أحببت توضيحه لكم، وأنا أثق كل الثقة أن البعض فيكم لن يقتنع بكلامي هذا وبيقول هذه مرة ما دخلها في هذه القضية. أنا أرد عليه مقدما وأقول له مشايخ وعيان عتمة كفوا مواقفهم وأنا من حالهم، ولكن كلامي هذا بوجه شخصي باعتبار أنا من تدخل في القضية وعمل مناشدات عدة لعدة جهات من أولياء الدم وللضبيبي، وقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. هذا ما أحببت توضيحه لكم، وتحياتي لكم يا مشايخنا الأجلاء، ولكم خالص احترامي وتقديري وسلامتكم. ابنتكم الشاعرة سبأ الجهراني.